شفط الدهون أو نحت الجسم أو تنسيق القوام كلها مسميات لعملية واحدة، نقدر نطلق عليها عمليات تنسيق القوام، ده المعنى الأشمل ليها. أنا دكتور أحمد الأدور، استشاري جراحات التجميل. هنشرح لكم في الفيديو ده ببساطة إيه المقصود بعملية شفط الدهون. هي عملية بيتم فيها التخلص من الدهون العنيدة اللي في جسمك اللي أنت ما قدرتيش تتخلصي بيها سواء بالدايت أو سواء بالرياضة. الدهون دي بتبقى موجودة في أماكن موضعية في الجسم، سواء في البطن، سواء في الظهر، سواء في الذراعين أو في الفخذين أو في أي أماكن تانية فيها تكتلات دهون ما قدرناش إن إحنا نتخلص منها. العملية ببساطة بتتم إزاي؟ أولاً إحنا بنحقن سوائل في الأول علشان خاطر تعمل إذابة للدهون دي، بنحقنها بنسب معينة. الموضوع ده تطور على مدار الفترة اللي فاتت من دراي ويت سوبر ويت. السوائل دي فايدتها إن هي بتذوب الدهون. بعد كده بنستخدم جهاز الفيزر، وهنتكلم في فيديو تاني معنى الجهاز ده فايدته ايه بالظبط والتقنيه بنستخدمها ليه. وبعد كده بندخل بفتحات صغيره لا تتعدى حوالي 3 مللي، بنستخدم كانيولات مخصصه لشفط الدهون، وبنخلصك من الدهون الزايده اللي انت بتشتكي منها، وبترجعي لشكل متناسق وشكل انسيابي بحيث ان احنا نقدر نحافظ عليه بعد كده. بالنسبه لفتره التعافي بعد عمليه شفط الدهون، احنا بنلبس كرسي او مشد طبي بنفضل لابسينه افريج لمده شهر ونص، بس ده مش معناها ان انت بتفضلي قاعده في البيت كل ده. احنا بننزل الشغل عادي من اول اسبوع بعد العمليه، لكن ممكن نمارس الرياضات العنيفه لو في جيم او حاجه مش قبل شهر ونص بعد العمليه. الكرسي فايدته ان هو بيحافظ ان هو يقلل تراكم السوائل اللي موجوده في الجسم ما بين الجلد والعضلات، وبيحاول ان هو يشد الجلد ويعمل له ستريتش على طبقه العضلات. في نفس الوقت احنا بنديكي فرصه ان انت تتمتعي بجسم رياضي وجذاب ومتناسق، بس بشرط ان انت تحافظي عليه بعد العمليه. لو عندك اي استفسارات عن عمليه شفط الدهون او لو عندك تكتلات دهنيه في اماكن معينه ابعت لنا واحنا هنرد عليك على رسائل الصفحه او على ارقام التواصل.